آه، بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الدرس الروضة. بقت سئل كتير جدا ما هي الروضة وايه استعمالات الروضة. طبعا المسميات يا اخوانا ديت مهمة. ده دواس المكنة، دواس بلاستيك. في الناس اللي هيشتغلوا في الاسقاي او الشنط الحريمي، انا بقول افضل الدوران بتاع الشنطة بيكون بالروضة. ايه الروضة؟ الروضة هي دي الروضة، عجلة بتركب في المكان دوت، عجلة بتركب في المكان ده. ازاي بتركب العجلة في المكان دوت؟ الاول مين يجاوبني؟ الروضة هتركب فين؟ في العمود. برافو، حدد عمود ايه؟ عمود الدواس. برافو يا استاذ هشام، عمود الدواس. طب جنيه. احنا حاضر جنيه، مش هزعلك. طيب زي النهارده. صور انت عايز وشه. لا ما تصورش الجنيه. صور. جنيه. اتفضل يا استاذ هشام، تؤمرني. كان عن اول لغايه طيب انا محتاج افك الوش دوت عشان تشوفوا ازاي تركب الروضه. طبعا الوش ده سهل جدا انه يتفك، 3 مسامير. ايوه تمام. في جوال مهم جدا، الجوال دوت ده عمود بتاع الدواس، ده نلعب فيه، ده هيتلعب فيه. اول حاجه بفك المسمار بتاع العمود، بشيله خالص، بتاع الدواس. بتاع عمود الدواس. وفي عمود ابره. أيوة. عمود الابره مالناش دعوه بيه خالص. الاول عمود الابره وبعد كده عمود الدواس. افك المسمار خالص، وهنا كل ما يكون المسمار كبير يبقى افضل. بس هنا في عندي 2 روضه، في واحده بتجويف، واحده بدون تجويف. هنا ادي مكان هركب فيه مسمار، ده بدون تجويف، عايز مسمار كبير. عشان عندي مسمار صغير فجبت ايه؟ تجويف. في هنا مكان مسمار فيه تجويف، فطبعا هياخد ايه؟ مسمار صغير هيركب. ولكن الاثنين واحد. ركبنا مسمار كده اهو، دخل في التجويف. هنركب المسمار هنا مكانه هو مكانه. انا كده ركبت الروضه. وقول لي يا اخوانا مسمار لازم اربط. اتفضلي يا استاذه قربي. لازم اي مسمار لازم اربطه كويس. وبعد كده برفع طبعا هنا مازال بردك الزور بعيد. برفع بايدي كده واشغل الروضه. طيب هنا ايه اللي حصل؟ الحرف ال دوت ارتفع مكانه، والمكان ده الخطاف دوت اللي هو مسؤول عن رفع الروضه او رفع الدواس وقف. كده حبيت احط حاجه تحت الروضه مش هشتغل. بعمل ايه؟ ايوه كملي. لا وقف هو. ده كده واقف كاش بيصور. لا كمل. ماشي كمل. طيب بعمل ايه؟ بفك المسمار دوت. ايه اللي يحصل؟ انتبهوا، ايه اللي يحصل؟ اتهوى شوي. نزلت السكينه ديت او حرف ال ده او السكينه، سميها سكينه. تمام. لما انزل كده بص، في علاقه وطيده بين حرف الخطاف ده وحرف ال ده او السكينه دوت. الاثنين يعني انا طبعا عارفين الركبه، انا كده شغال بالركبه اهو، هنا واقفه. عشان شغال اعمل ايه؟ اربط المسمار دوت. لازم انزل السكينه ديت مع الخطاف ده، الاثنين متلاصقين. ايه اللي يحصل لما اعمل كده؟ كده الروضه تشتغل. كده الروضه اشتغلت. تمام. الروضه بتاعتي لما انزل الابره كده ما ينفعش الابره تخبط في حرف بتاع العجله. هنا في مسمار هنا افكه بمفتاح وابعد الروضه واقربها. ازاي؟ هنا المسمار ده
اللي هو المسمار ده ثك وبيخبط هنا، بيخبط هنا، فالمسافه ديت بتوسع او تضيق. بقرب على الابره او على الابره، بعد ما خلصت لازم اربطها بالمفتاح بتاعها عشان تبقى ثابته، ما ينفعش تتحرك ولا شغال، ممكن لا قدر الله تقوم خابطه في الابره تكسرها. تمام؟ لازم يكون فرق حتى لو ملي، حتى لو ملي بين الروضه وبين الابره. ما ينفعش الابره تخبط في الروضه، ما ينفعش الابره تخبط في الروضه. انا اولع اهو عشان تشوفوا ادي ضاء. ده المسمار ده اللي بيتفك عشان هل الابره بتخبط في الروضه؟ يا رب يكون التصوير واضح. بيخبط؟ لا، هو كده صح. ما ينفعش لا قرب ولا بعد، خلاص. انما لو بعيده عن الروضه قربها سنه. لو بتخبط الابره في الروضه اعمل ايه؟ ابعد سنه. طب ممكن قلنا تاني نحركها؟ اهو نحركها. المسمار ده، المسمار ده ادي الروضه، صح؟ هو ده المسمار اللي العب فيه. المسمار ده ابقى فيه هيخبط في الجسم ده، هيخبط في الجسم دوت، فده هيبعد الروضه وايه؟ يقرب. ويقربها. واضح؟ حاجه تاني؟ اتفضل. ايوه. تمام. يبقى انا بفك الصاموله، اربط المسمار شويه واربط الصاموله تاني. واربط هو ده المسمار ده. ايوه، خدنا الروضه الثانيه اهي، الروضه الثانيه استاذ دلال هي. أيوة. طبعا في الروضه، طبعا هنا المسمار ده عايز يربط كده. في نوعين من الروضه، كبيره وصغيره. كل ما تجيب صغيره افضل. في اكبر من كده، العجله دي كبيره، مش عايز الكبيره، انا خليها الصغيره. انا عن نفسي برتاح بالصغيره. تمام؟ هي نفس الروضه. طيب على كده في اي سؤال يا اخوانا بالنسبه لتركيب الروضه؟ في اي سؤال؟ سهله جدا جدا. دورت المكنه اهو بخيط عادي خالص. تمام؟ هنا العجله بتلف، المفروض تكون مخنوقه شويه، المفروض تكون مخنوقه شويه. ازاي؟ افك المسمار ده كده اهو، نزلت جمدت، واربط المسمار طب تاني. وانت وشغال لما تيجي ترفعها وتنزلها للركبه على الفوق الركبه اللي على اليمين. اشتغل عادي. يبقى انا ترفع الدواسه عادي. الروضه في الاسقاط حلوه، في شغل الاسقاي اللي هو جلد الصناعي. الدوران ده ولا يجي بالدواسه العاديه؟ ولا الروضه، الروضه الرايحه كده. تمام؟ وافك المسمار ده بتاع الروضه. في المكن الصيني يا اخوانا، في المكن الصيني جربته، مش كل المكن الصيني هنا الزور ضيق، الزور ضيق، ولكن في مكن الصيني انا ركبت فيها الروضه اسمها جيمس، كرشيه كبير، كرشيه كبير. طبعا من ضمن الاسئله ايه هو الكرشيه؟ ايه هو الكرشيه؟ هنا بتيجي ضيق، ربما يكون عند المكانجي حل، لان هنا في جلبه تبقى نازله بتمنع رفع الروضه. الجلبه هنا اضيق او اوسع من العمود، فبتحك هنا في هنا، ما بتخليش الروضه ترتفع. تمام؟ ربما عند المكانجي حل انه يرفع الجلبه دي. تمام؟ انا فكيت الروضه، خلصت، امسك المسمار ده واربط. جلبة بالجيم. جلبه بالجيم بالجيم. انا هركب الدواس، هشتغل شغل عادي، هركب الدواس، ركب الدواس. لا هلاقيه عالي، هقوم مظبط بقى الحرف الاي. برافو استاذ هشام، بسم الله ما شاء الله. موسوعه استاذ هشام، موسوعه تبارك الله. اللهم لا حول. بربط. قلت بسم الله ما شاء الله اهو. لا، ما انت بس اللي قلت. بربط ان شاء الله. دواس. تمام؟ اسمع كل وهنا الدواس عالي، مش ينفع طبعا نشتغل بكده. انا منزل اهو، منزل الدواس عالي. اعمل ايه؟ افك المسمار ده. لاحظوا اول ما افك المسمار ايه اللي يحصل؟ دوس هنا. نزل. هنا الناس اللي بيشتكوا الدواس الابره بتخبط في الدواس، الناس اللي بيشتكوا الابره بتخبط في الدواس، طبعا ما ينفعش في اي حال من كده، ما ينفعش. لازم الدواس يكون في النص، وانزل الابره واظبط بعد كده. على قد ما اقدر، يكون في النص. تربط هو نازل.
لما اجي اربط ايوه السكينه ديت اسمها سكينه وخطاف، لو ربطت كده اربط يا اخوانا، الحته دي مهمه جدا الموظف. ربطت لما اجي اشتغل الركبه هتشتغل ليه؟ ايه السبب؟ لان قلنا السكينه لازم تكون ملزوقه فين؟ حرف الخطاف ده، الخطاف ده لازم، الخطاف الداخلي دوت سميته الخطاف بتاع الخطاف بتاع الركبه، ما ينفعش يبقى انا لغيتها. ايه اللي يحصل؟ لازم علاقه وطيده بين السكينه ديت والخطاف ده، لازم كل الاثنين في بعض كده، ونزل الابره تكون نازله كده، تمام، عشان ما يكونش فيه فرق بين السنان والدواس. نزلت اهو، تمام، وقوم رابط عمود الابره، العلاقة بين السكينة والخطاف. رابط عمود الابره. عمود الدواس. الدواس. استاذ هشام النصاح يا اخوانا في ايه؟ انا مش شايف حاجه، بس هو عمود الابره احنا ما حركناش فيه حاجه. عمود الابره ما حركش في هات حاجه. جنين الراجل يبقى انا لمين؟ الراجل ده هو اللي قال هو الغشيش. لا هشام. النهارده يوم استقطاع.